هل حقا انه اللي حصل لك ده اثر في يوم من الايام على رجولتك؟ لا اقدر اسالك؟ لا خالص. لما تيجي العدوية في وقت كان المسموع الأول سلطان الهوى. أهلا بيك ويا رب تكون بخير. نجيب محفوظ أديب نوبل قال صوته بيطربني وبحب أسمعه دايما. مدح صوته عمالقة الموسيقى العربية في زمنه زي محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. وعبد الحليم غناله السح الدحم بوه يسكت؟ لا، هو غناله خسارة خسارة. وإيه بقى قصة الحادث اللي اتعرض له؟ وهل فعلا فقد ذكورته؟ صحيح كان حب يأذيه في رجولته؟ مفيش شك لو جينا نتكلم عن تاريخ الأغنية الشعبية في مصر لازم نذكر اسم واحد هيظل في ذاكرة كل جيل عاش في زمنه وحتى الأجيال اللي جاية. الاسم ده هو أحمد عدوية. عدوية مش بس مطرب، عدوية كان أسطورة حقيقية. أغانيه ما كانتش مجرد لحن وأصوات، كانت صوت الشعب نفسه، وكان ليه تأثير عجيب على الناس لدرجة إن كل أغنية ليه كانت بتمثل حالة إنسانية وشعبية خاصة. نجيب محفوظ قال لما تيجي العدوية في وقت كان هو المسموع الأول، فهل الشعب كان بينافقه؟ لا، ده راجل من الشعب بيستعمل أساليب شعبية وألفاظ شعبية وصوته خشن شعبي لا يخلو من الحلاوة. وكان بيقول أنا مثلا بحب أغنية سيب وأنا سيب، وعجبته جدا وقال الكلام غير المعقول له مغزى كبير. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لحظة نشره. أحمد محمد مرسي العدوي الشهير بأحمد عدوية اتولد يوم 26 يونيو 1946 بمحافظة المنيا. نشأ في أسرة بسيطة، كان هو الأخ ال13 ل14 أخ وأخت. أبوه كان شغال تاجر مواشي، وكان بيجي في وقت الأفراح والمناسبات والحفلات كان بياخده معاه. عدوية قلبه اتعلق بالغنى والأفراح وعجبته قوي الأجواء لدرجة إن هو كان بيهرب من البيت والمدرسة علشان يحضر الأفراح ويروح يسمع الغنى الشعبي. وكان بيروح البيت ويفضل يغني في مواويل، وأبوه وجده كانوا بيحبوا يسمعوه وكان بيعجبهم صوته قوي. ومن هنا كبر جواه حلم الغنى وقال خلاص أنا عاوز أبقى مغني. طبعا أهله رفضوا وحاولوا يبعدوه عن الفن والغنى وخلوه يشتغل في ورشة نجارة بتاعة جوز أخته. ده كمان كانوا بيضربوه، بس هو كان خلاص الندهة ندهته وقرر إنه يسافر ويجي على القاهرة. واشتغل في البداية صبي قهوجي في قهوة الآلاتية في شارع محمد علي علشان يقدر يصرف على نفسه، علشان يتحول أحمد محمد مرسي العدوي ابن تاجر المواشي إلى صبي قهوجي. وبعد كده اشتغل شيال للفرق الموسيقية. وهنا بقى بدأ يقرب أكتر من عالم الموسيقى الشعبية. عبده داغر، وده الاسم الأهم في حياة عدوية. عبده داغر عازف الكمان الشهير سمع صوت عدوية وعجبه جدا، وقرر إن هو يرقيه من مجرد شيال لمزهرجي، يعني يشارك في كراس الفرقة الموسيقية، وبعد كده بقى عازف رق. بس عدوية ما اكتفاش بكده، لا، بدأ يغني في الأفراح والملاهي الليلية، وكان بيغني طول الليل علشان ياخد أجرته اللي كانت جنيه واحد بس. وهنا بقى تيجي اللحظة والمحطة الأكثر أهمية في حياة عدوية، وهي حفل زفاف الفنانة شريفة فاضل سنة 1972. عدوية كان بيغني في الفرح ده، وهنا أول مرة عدوية يغني وسط كل العدد ده من مشاهير عالم الفن اللي كانوا حاضرين الحفل، واللي انتبهوا جدا لصوته أول لما بدأ يغني وعجبهم جدا، وكلهم بدأوا يسألوا مين الشاب الصغير ده وإزاي ده مش مشهور. وكان الفرح ده وش السعادة على عدوية اللي وقع أول عقد ليه كمغني مع ملهى الأريزونا في شارع الهرم. يا دنيا عيب اختشي طبعك راضي كده ليه؟ يا دنيا عيب اختشي طبعك راضي كده ليه. في الوقت اللي عدوية كان بيغني فيه الموال ده كان عاطف منتصر صاحب شركة صوت الحب اللي أنتج لهاني شاكر وشادية كان موجود. هو كان رايح المكان اللي هيسمع فيه أغاني شعبي، لأن الشركة بتاعته قربت تعلن إفلاسها، فهو قرر يدخل لون جديد وهو الموال الشعبي، لأن ده اللون اللي بيعجب الناس. وهنا وقع الاختيار على عدوية.
اللي من شدة فرحته وهو رايح يمضي العقد قعد يطبل ويغني الصح اتدحم بوه ادي الواد لابوه. وهنا بقى تقرر الشركة انها تنتج الاغنية دي، واول لما الاغنية تنزل تكسر الدنيا وحققت مبيعات ضخمة في الشرايط والكاسيت تجاوزت 1,000,000 نسخة. الصح اتدحم بوه الاغنية اللي بقت محل خلاف، يا ترى مين اللي لحنها؟ طب يا ترى مين اللي كاتب كلماتها؟ لكن الثابت الوحيد ان الصوت الوحيد اللي غناها وحقق نجاح كبير هو صوت عدوية. طب هو اسم عدوية ده جه ازاي؟ اهو ده لوحده قصة كبيرة. عدوية بيقول اللقب ده كان خطأ مطبعي، انا اسمي الحقيقي احمد العدوي، لكن شركة الانتاج غلطت وكتبت احمد عدوية على الاسطوانة، ومن وقتها بقى اسم الفني احمد عدوية. ومن هنا بقى تربع عدوية على عرش الاغنية الشعبية، واصبحت اغانيه جزء من تراث الموسيقى الشعبية المصرية. مين يقدر ينسى زحمة يا دنيا زحمة، بنت السلطان، كركشنجي. كركشنجي اهو الاغنية دي لوحدها ليها قصة ورواية، من انجح اغاني احمد عدوية، واللي الفها الشاعر مأمون الشناوي، وهي مأخوذة عن قصة حقيقية لرجل يعمل كركشنجي، يعني بيلف على المحلات بمبخرة وقاصد رب كريم. وكتب الشاعر القصة عن رجل يعيش في منطقة شعبية بسيط الحال، ولكن لديه كرامة، إذ كان يختفي في الأعياد والمناسبات حتى لا يأخذ أموالا أو أكياس لحم يشعر أن بها نوعا من الإهانة. عدوية كان بيقول أنا ما قدرتش أحفظ الأغنية بسهولة، وكان بيحكي عن قصة الأغنية وقال إن القصة حصلت في عيد الأضحى لما قرر الكركشنجي إن هو ما يظهرش كالعادة في الأعياد. وهنا بقى قرر أصحاب الحي والمحلات إن هم يجمعوا 8 خروف ويشتروه له، وكان تمنه وقتها 7 جنيه. لما الراجل دخل الحارة فرح بالخروف جدا وهلل أولاده وقالوا كركشنجي دبح كبشه يا محلى مرقت لحم كبشه. ولأن الكركشنجي كان أول مرة في حياته يبقى عنده خروف، فكان بيحاول يهرب منه وهو بيحاول السيطرة عليه. وهنا بقى قال عدوية عكشه، واللي مسمعش الأغنية يروح يسمعها علشان هتعجبه جدا. كركشنجي دبح كبشه يا محلى مرقت لحم كبشه عكشه. بيقرر صناع السينما استغلال النجاح الكبير اللي حققه عدوية في عالم الغنى، فاستعانوا بيه علشان يغني في الأفلام، وظهر في العديد من الأفلام الشهيرة زي حسن بيه الغلبان، رجل في سجن النساء، البنات عايزة ايه، السلخانة، حارة العيش الحاف، 5 في الجحيم. في الوقت ده كان أي منتج عاوز ينجح فيلمه حتى لو كان الفيلم وحش على طول من غير ما يفكر يجيب عدوية. ومن المواقف اللي بتبين لك إن قد إيه عدوية كان حالة يستحيل تكرارها، كان في أحد الحفلات الخاصة قرر عدوية وعبد الحليم حافظ إن كل واحد فيهم يغني للتاني. فعبد الحليم حافظ غنى الصح اتدحم بوه، وعدوية غناله خسارة خسارة. خسارة خسارة وراك يا جارة. أحمد عدوية كان صعوده مدوي في فترة السبعينات، أغانيه حققت مبيعات هائلة، كان شكل غنائي مختلف عن باقي المطربين، وكمان كانت كلمات أغانيه مختلفة. لو اتكلمنا عن أغاني زي كركشنجي والصح اتدحم بوه، ما كانش فيه سيارة تاكسي تخلو من أغنية لعدوية. وفي الوقت ده كان بيتعرض للهجوم من بعض المثقفين، وكانوا بيقولوا لازم نحارب ظاهرة أحمد عدوية، واعتبروا إن الأغاني بتاعته بتساهم في تدني الذوق العام. بس نجيب محفوظ في كذا لقاء دافع عن عدوية في أحد الحوارات الإذاعية قال إن هو بيحب يسمع الشخص اللي انتوا بتحاولوا تمنعوه يغني، وهو أحمد عدوية. وقال في حوار مع مفيد فوزي زي ما قلنا أحمد عدوية كان المطرب الأول. هل الشعب بينافقه؟ لا، ده راجل من الشعب بيستعمل أساليب شعبية وألفاظ وصوت خشن لا يخلو من حلاوة. احنا معلمين احنا معلمين. حالة من الانقسام ظل يعاني منها لسنوات طويلة، بين اتهامات بأن أغانيه تفسد الذوق العام، وبين مثقفين ونجوم كبار يؤكدوا على موهبته، وجمهور ضخم يحفظ أعماله على ظهر قلب.
نيجي بقى للجانب العاطفي في حياة عدوية، وهو علاقته بونيسة ضربه، زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، واللي قالت وحكت عن علاقتها بزوجها أحمد عدوية، وقالت: كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي رحمة الله عليه، وقعد يشاور لي وقال لي: تعالى وصلك. قلت له: لا ما ينفعش. ولما رفضت قال لي: أنا أعرف باباكي، هوصلك لحد أول الشارع. قلت له: لا أول الشارع ولا آخره. وأخد بعضه ومشي على طول. وبالليل لقيته عندنا بيتقدم لي رسمي، ووالدي ساعتها قال له إن صغيرة في السن ولسه في الإعدادية، بس هو قال له: ليك عليا إنها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم، بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض. وحصل النصيب. ونيسة كانت بتقول: أنا اتجوزته وهو مشهور بعد أغنية الصح تدحم بوه وسلامتها أم حسن، والشهرة كانت مزعجة في البداية، بس بعد كده اتعودت. أحمد عدوية كان بينه وبين زوجته ونيسة علاقة مليئة بالحب والتفاهم، وده اللي كان ظاهر في كتير من اللقاءات الإعلامية اللي ظهروا فيها مع بعض. كان واضح جدا التناغم العاطفي اللي بينهم. عدوية كان دايما يقول: ونيسة هي حب حياتي. وأنجب عدوية من السيدة ونيسة ابنته وردة وابنه محمد. ونيسة كانت مثال للزوجة المصرية الأصيلة اللي بتقف مع جوزها في أصعب الظروف والأزمات. ونيسة قالت إن أصعب لحظة في حياتها لما حصلت لأحمد عدوية الحادثة، وأنا بستقبله في المستشفى ما كنتش عايزة أسيبه. أنا قلت لا يمكن يكون حي، وتهيألي إن هو ميت، وكنت فاكرة إنهم هياخدوه مني ويشرحوه ويسلموه لنا جثة متشرحة. وعن تفاصيل الحادثة قالت: جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس، ولبس البدلة وخرج. كان عندنا بغبغان في البيت بكى وصرخ على عدوية قبل ما يخرج، وكأن سبحان الله كان حاسس إن في حاجة هتحصل. وفعلا الساعة 12 بالليل جالي تليفون من السواق: الحقيني الأستاذ بيموت مني، وإن في حد خلاه ياخد هيروين وحاجات تانية في كاس وخلاه يشربه. عدوية قال إن هو كان في حفل لأمير كويتي، وفي الحفلة في بنت طلبت منه إن هو يغني لها وقعدت ترقص معاه، وهنا حس الأمير الكويتي بالغيرة وقرر إن هو ينتقم منه. وطلعت إشاعات كتير عن الحادث الفظيع ده بإن أحمد عدوية تعرض لعملية إخصاء، وده اللي نفاه عدوية وزوجته في عدد من اللقاءات، وأكدوا إن دي مجرد إشاعات وإنهم كانوا عاوزين يموتوه وإن هو اتسرق. التقرير الطبي المبدئي قال إن عدوية كان في حالة غيبوبة وبيعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وخلل بوظائف الكبد والكلى، واضطراب في الأعصاب. ولم يعلم الأطباء ما الذي حدث، فلم يكن هناك أثر لأي جرح ظاهري، وده بيأكد إن كل اللي بيتقال مجرد إشاعات. ونيسة قالت: جوزي راجل 100%، وحملت منه بعد الحادثة، واتسرق منه ليلة الحادثة ساعة ألماظ و$2000، بدليل ان انا فعلا تعرضت الحمل بعد الحادث. وكمان قالت: سافرنا باريس لعلاج أحمد عدوية، وهناك اتكلم فجأة، ودي كانت معجزة من معجزات ربنا إن أحمد عدوية ما ماتش وفضل حي، لأن أي دكتور مخ وأعصاب لو اتسأل هيقول إن أحمد عدوية يفضل عايش، دي معجزة من عند ربنا. وغاب عدوية عن الساحة الفنية لأكتر من 10 سنين، وقرر بعدها العودة إلى الجماهير من خلال لقاءات في البرامج والظهور في الحفلات، أو بإعادة توزيع أغانيه القديمة، أو مشاركة بعض النجوم الشباب في أغنيات ذات طابع شعبي زي أغنية الناس الرايقة مع الفنان رامي عياش. أسرار كتير في حياة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية على المستوى الفني والشخصي، ولكن تظل اللحظة الأصعب في حياته هي وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف في مايو 2024، اللي كانت أحد أهم محطات حياته وعصرت معاه أصعب لحظاته. ومع إن أولاده والمقربين منه قرروا إن هم يخبوا عليه خبر الوفاة، إلا إن قلبه كان حاسس. 7 أشهر من الألم والفراق عاشها الفنان أحمد عدوية بعدما رحلت زوجته التي بكت لأجله على الهواء. لم يقدر على العيش بدونها، فلحق بها في نفس العام، ورحل عن عالمنا ملك الأغنية الشعبية في 29 ديسمبر 2024. عدوية ما كانش مجرد مطرب، لا،
هو كان حالة فنية فريدة جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركا إرثا فنيا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال. وسيبقى أحمد عدوية رمزا للأصالة والبساطة، ونموذجا للفنان الذي صنع مجده بجهده وموهبته. أعماله ستظل شاهدة على عصر ذهبي من الفن الشعبي، وسيبقى صوته حاضرا في قلوب عشاقه دائما. رحم الله أحمد محمد مرسي العدوي، رحم الله أحمد عدوية. وما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. سلام.